السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي الحلوين؟ احنا النهارده هناخد دروس لاني انا كنت هنزل الحلقة مرة واحدة، لكن الناس قالت لي لا، احنا عايزينها خطوات ودروس عشان نفهم كويس، لان لما الموضوع بيبقى ورا بعض احنا مش بنفهم. فانا النهارده جايبة حتة الخيط دي حوالي نص متر اهي صغيرة عشان افهمكم بيها. كمان المقص بتاعي اللي لا غنى عنه، والخرز بتاعنا اللي هو CCB. تمام. طبعا نص كيلو الخرز CCB ب170 جنيه. انا بشتغل بال50 سنتي خيط، وانا بحب اشتغل بيه جدا. تمام، وبيبقى حلو على فكرة ومريح. اهي حتة الخيط معايا. بصي بنوتي، انت هتبدأي غرزة رباعية، غرزة اسمها رباعية. طرفين الخيط اهم في ايديكي، هتمسكي كده. اول حاجة هتدخلي 3 خرزات من الجنب ده. تمام اهم 3. طبعا الخيط معاكي انت بتبقي مطولاه، بس انا عاملاه صغير عشان تفهمي مني الشرح. وهنا بتحطي واحدة بس، خرزة واحدة بس. تمام، في الجنب التاني. وفي الخرزة اللي هي الواحدة بس دي بنرجع تاني. بصي اهي الخرزة في ايدي، برجع الخيط كده جواها اهي، وبفضل اهي هي كده جوه الخيط. طبعا انا الخيط اهو انا عندي مسوياه. تمام اهو، انا برجع اهي الخيط في دي، بمسك الطرف التاني اللي كان فيه التلاتة، الطرف اللي كان فيه التلاتة، وببتدي ادخله جوه الحلقة اللي انا كونتها. بقت عندي غرزة رباعية. طيب تعالى اعيد معاكم نفس الخطوة تاني. تمام، يلا بينا نعيد نفس الخطوة كمان مرة. طرفين الخيط اهم، وانا مسوياهم اهي، شايفين مسوياها اهي. تمام، هاجي هنا ادخل 3 خرزات، 1 2، دي اللي هتكون الغرزة الرباعية اللي انا هشتغل عليها الشنطة كلها. 1 2 ادي 3. 3 اهم، 3 اهم. انا ال3 اهم في نص الخيط، وهبتدي اجي من الطرف التاني اهو، دخلت واحدة اهي، دخلتها اهي في نفس الواحدة دي، بتني الخيط كده وادخله فيها مرة كمان، وامسك طرف الخيط، بس بلاقي هنا عندي حلقة. تمام، وبسحب بسحب بسحب لحد لما بقرب من ال3 اهم، وبروح مدخله الخيط هنا كده في الحلقة اللي انا عاملاها، وببتدي اشد عادي خالص. شدي. تمام اهو، وهبتدي اشد عادي جدا اهو. بصي بيكون عندي حلقة لو انت شايفاها اهي، هي الحلقة اللي انا عاملاها. انا بزق ادخل الحلقة جوه الخرزة دي عشان اعرف اشتغل كل اللي جاي. تمام كده، دي اول خطوة اللي هي الغرزة الرباعية. طب نكمل بعد كده، يلا بينا. هبتدي ادخل، طبعا هنا كان 3 وواحدة عشان نكون 4. احنا هنا عندنا خرزة بالفعل، يبقى احنا محتاجين 3 خرزات. هي مش محتاجة مفهومية، هي محتاجة ان احنا بس نشغل دماغنا شوية. ادي خرزة، والناحية التانية هبتدي احط ادي خرزة، وادي التانية خرزتين. المكان اللي فيه الخرزتين ده اهو، شايفينه؟ بصي هنا خرزة اهي، وهنا خرزتين. المكان اللي فيه خرزتين انا هدخل نفس الدخلة اللي انا دخلتها، وهعمل حلقة اهي. الحلقة اهي، الحلقة اهي في ايدي اهي، الحلقة اهي. وهبتدي اللي هي الطرف التاني اللي فيه واحدة بس هدخله هنا، وهبتدي اسحب الطرفين عادي جدا 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 اهو. وبالفعل انا سحبت الطرفين. وتاني مرة العقدة اهي، انا باجي هنا اروح ساحب العقدة عليا كده شوية لحد لما اخليها جوه الخرزة. شايفين؟ بدأت اهي تتكون معايا. طيب نعمل الخطوة دي كمان مرة عشان نخش على الدرس اللي بعد كده. تمام اهو، يلا بينا. اهي قدامكم، طبعا هيبان لها ملامح وهيبان لها كل حاجة لما تكمل شوية. وما تخافوش وزقوا الخرزة واعملوا كل حاجة، مش هيحصل اي حاجة. اهي هبتدي ادخل هنا خرزاية، وفي الطرف التاني هبتدي ادخل اهو هنا خرزتين. ادي خرزة وادي التانية، وهبتدي ارجع كده تاني. شايفين اهو،
ارجع 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 وشد شد شد الحبل ده اهو، مش هيجوا على بعض اصلي، واروح مدخله الطرف التاني اهو، واروح شده كده. شايفين اهي، شايفين الحلاوه اهي. وهكذا بقى هنعمل كل الادوار اللي بعد كده، نعملها كمان مره. اهم طرفين الخيط، بجيب طرف احط فيه ادي خرزه، والخرز والطرف التاني بحط فيه ادي خرزه وادي 2. اللي بحط فيه الاتنين بدخل فيه تاني واعمل عقدة وافضل اسحب كده لحد لما اقرب، واجيب الطرف اللي فيه الخرزاية وقعت معلش اهي، واجيب الطرف اللي فيه الخرزاية الواحدة اهو، واروح مدخلاه في العقدة اللي انا عاملاها. احلى طريقة واسلم طريقة هي طريقة العقدة، احلى طريقة واسلم طريقة، واللي ما بتخليش الشغل يبوظ معاكي ابدا، بل بالعكس بتتعرفي تحركي فيها براحتك جدا جدا جدا. طبعا انا مش عارفة اوريكم قوي لان انا بشتغل لكم بخيط قصير تمام عشان تتعلموا. بصي اهي، اسحبي عادي جدا عقدتك اهي، شايفين؟ وهنعيد بقى الحركة دي في كل اللي جاي. دي بداية ازاي نعمل عقدة عشان نبدأ، دي بداية الشنطة ازاي هنبتدي نشتغل بالشنطة اهي. هي دي الغرزة الرباعية اللي بنشتغل بيها في اي شنطة واللي بنستمر عليها طول الوقت. اشوفكم على خير في الدرس التاني، هنعرف احنا ازاي بنعمل تزايد للعقدة دي، تزايد للخطوة دي. بس طبعا انا مش عايزة اطول عليكم الدرس، واتفرجوا على الدرس اللي بعد ده هتفهموا احنا كده عرفنا الغرزة الرباعية بتتعمل ازاي، وازاي بنعمل تزايد بجنب. هنعرف كمان ازاي بنعمل ادوار فوق الادوار دي.